أنا أدعم حملة ما رانيش راضي بدولة عسكرية، لأن العسكر كيان مدمر للأوطان وما يبنيش الدول القوية. دولة مدنية ماشي عسكرية. أنا أدعم كل مبادرة اللي هي تغيير النظام العسكري بنظام مدني. هاشتاغ ماشي راضي، محطة 61 مدينة باركة. خوتي أنا حاطين أطراك ماشي راضي، فيه بزاف حوايج خوتي وماكس بارطاج ماشي راضي. حقي كمواطن جزائري نعبر ونقول بلي ما رانيش راضي، ما رانيش راضي. محطة دي زد مانيش راضي، دولة مدنية ماشي عسكرية، يسقط حكم العسكر، الحرية لجميع سجناء الرأي. حول المحطة 10 ما رانيش راضي. محطة 13 مانا ساكتين حتى الآخر رامق، بغيناها دولة مدنية ماشي عسكرية خوتي. ما رانيش راضي والمواقف تاعي ثابتين مادام كاين الحقرة والظلم وكاين خوتنا معتقلين الرأي في السجون. ما رانيش راضي. محطة 16 جوزوا الهاشتاغ. ما رانيش راضي، ما رانيش راضي بالأوضاع اللي رانا نعانو منها الجزائر الجديدة. ما رانيش راضي بالظلم والحقرة، ما رانيش راضي بالكذب والنفاق. ياك نفس الشعب اللي خرج في 2019 باش يطيح بوتفليقه والعهد الخامسه هو الشعب. يعني اذا ما ناضش هذا الشعب راح يكملوا، راح يزيدوا يسرقوا هذه البلاد وراح يزيدوا ينشفوا واش كاين دراهم في هذه البلاد، حتى اللي تنشف خلاص 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 ويعرفوا باللي الشعب سيبهم ما راحش يلقاوش ياكل خلاص، ثم اللي راح يهرب. على هذه مانيش راضي. هادو هما الفئه اللي واعيه من الشعب الجزائري. اجي تشوف معايا الفئه اللي كتطبل النظام باش كيخضروهم. تفرج. المغرب ماشي واجد بور لو موا جوان جويي تاعو مش حتكون جاهزه. اذا كان دي ريزون باش تاخرت باش هذا واسمو كاش نقول لك المغرب ماشي واجد. سي اون دي ريزون، ماهوش يعني ماشي هذا هو السبب. ماهوش واجد. هي يعني ديال ان تخير بلاد واجده. ابسولومون بيان سور بيان سور بيان سور بلاد واجده اللي عندها الملاعب. وكاين بلدان في اللي واجدين. حنا باغ اكزومبل اوني بري، حنا اوني بري. مي كيما قلت لك انا نظن يعني كي دير قراءه يعني تشوف لي ديسيزيون كي اون تي بريز بار لا كونفيديراسيون افريكان فوتبول، تشوف باللي لا فيفا عندها يد كومام في سي فري مصطفى. علاش شكفوا هكذا؟ دونك سي تري بون باش ديسيدي بلي والله غير سي باسكو بريفو جونفي فيفري 2025 لا كوب دافريك. دونك انت لا في تعلن انه الدوره راح تكون في نهايه سنه ديجا وحده واثنين شغل سا كونتينيو. مازالنا في هذا الضغط تاع الاتحاد الدولي اللي قرر في مكان الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هو مستقل وعنده اعضاء وعنده ناس عندهم كل الخبره والكفاءه باش يقرروا في مثل هكذا الامور. مي هما يزوبيس يا اوسي دي زانتيري. كاين فيه مصالح، كاين فيه مصالح وكاين جو بريفير ان سوسيولوج يقولها. كاين اوسي لو كومبلكس دو كولونيزي. مازال كاين اللي عندهم الكومبلكس دو كولونيزي، ثقافه الاستعمار. مع الاسف يعني كاين بزاف من الافارقه اللي مازال عندهم هذا الكومبلكس، هذا النقص هذايا تاع واش يجي من اوروبا واش يجي من لا فيفا. هذاك هو صحيح. الوغ كو كاين خصوصيات هنا في افريقيا، كاين خصوصيات يلزم يفو كون سادابت لي كونديسيون تاع القاره تاعنا. لكن باش يرديو اليو اف ا اونفا اليو اف ا يعني الاتحاد الاوروبي يعني نتكلم على الفرق ريال مدريد اكسيتيرا باريس سان جيرمان اللي عندهم دو غران كوتينجون يلعبوا عندهم ويرديو ثاني لا فيفا. سي كوم سا. هذا هو. نعطيك مثلا كاس العالم اللي عندها اليوم عامين اللي توج بها المنتخب الارجنتيني، لما الاتحاد الاسيوي والاتحاد القطري قرروا انه كاس العالم تكون في نظرا لما المناخ الموجود في قطر، قرروا انه كاس العالم تكون في شهر ديسمبر. وجامي تلعبت كاس العالم في شهر ديسمبر، دونك تلعبت في شهر ديسمبر دونك جوستومون باسكو في خصوصيات في البلد وفي القاره هذيك. دونك بوركوا با اون افريك انه المنافسه حتكون في بلد ساحلي، باش تكون في حراره كبيره، باش حتكون بون حتكون جو بونس كو الاجواء راح تكون مناسبه، اجواء مناخيه راح تكون مناسبه من اجل مباريات اجراء مباريات كره القدم، عكس ما مولفين نشوفوا طبعا دائما في القاره تاعنا اللي دائما البلدان اللي تستضيف الدورات تكون في حراره كبيره. وكما شفنا باغ اكزومبل
في الكاميرون حراره ورطوبه الكوت ديفوار اوسي ورطوبه اوسي. دونك هذا الشيء راح تكون قبل ما نروح الى الفاصل الاشاري حظوظ المنتخب الوطني في هذه كاس افريقيا مع مدرب جديد. مدرب جديد سامحني بعد جو ريبون ان بتي بو باسكو لازم نعقبوا على هذا الشيء. معليش اون شاء الله باش كي لا بوزي كوم كيستيون لازم رانا تقنيين لازم نواجبوا كيما لازم الحال. هذه سي امبورطون باسكو ما نخليهاش تجوز. لا 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 زهير لا لا وي نو سي امبورطون. نو فازي زيد نعطيكم دقيقتين. درنا حجره في صباط مصطفى فو ليسي لا ريبونس. دقيقتين انت زهير باش تجاوبوني على السؤال هذا. شوف فيما يخص الكلام اللي قاله مصطفى. جو ريبون. شوف à la différence c'est vrai que sur le sport collectif le sport individuel c'est pas pareil. هذه وحده. ثانيا on est percuté continuellement quand il y a la préparation qu'il y a une compétition donc le microcycle de la semaine donc tu prépares et l'entraînement et la compétition et l'entraînement et la compétition et tout au long de la semaine c'est la même chose c'est des microcycles. Par contre le cyclisme c'est différent. Le cyclisme tu as une préparation, tu as une compétition, bien sûr tu as un pic, on va dire un arrêt, c'est beaucoup plus de l'entraînement, il n'y a pas de compétition et c'est différent. هنا هو الاشكال وين راه على كيسيون سي بون كيسيون. يلا حظوظ المنتخب الوطني في هذه الفقره باش نكملوا على باش نختموا موضوع الحضور. حظوظ المنتخب الوطني جو ان ديبا حبيت ان ديبا ثلاثي بوتيتر متناقض بوتيتر على كل واحد ولافي تاعو باش نبداو مصطفى اللي عنده بزاف ما هضرش. مصطفى يلا حظوظ المنتخب الوطني في كاس افريقيا 2025. الحظوظ تاعنا كاش يقولوا حظوظ قيمه يعني احنا سي ولا الاناليز تاعك سي لا يعني الجزائر بزاف الفرق يحسبوا لها يعني. وي لازمو دوكا يحسبوا لنا ما فيهاش يعني بعد العوده هذه مؤخرا يحسبوا لنا دوكا الجيري سي بارمي لي فافوري. قريت التصريح تاع الناخب الوطني السابق علي لوزيتش يحطنا بارمي لي 4 5 فافوري اللي رايحين. وانا يعني نقول انا جو سوي داكور معاه يعني لكن باش نقول لك حنا نديوها يلزم نديوها ولا مي اوني بارمي لي فافوري انا نشوف انا بالنسبه لي دومي فينال سي المينيموم اللي نقدروا نديروه. تري بيان دونك رشيد او مصطفى واعي يقولوا نصف النهائي هو اقل شيء نقدروا نديروه في كاس افريقيا 2025. ماذا بيا نعرف راي التقنيين. زهير يلا شوف اليوم المنتخب تاعنا وصل نيفو اللي ما نقدرش نقولوا واش راح يكون لان يلعب دائما الادوار الاولى يلعب البوديوم هذا اقل شيء. داكور مي سامحني زهير لازم تعرف ولازم الجمهور يتذكر اوسي انه خرجنا مرتين متتاليتين من الدور الاول. وي داكور معك. اليوم كل شوف كما نقول كاع لي كونديسيون اليوم راهم متواجدين. حاجه الشيء المهم اللي تكلمت عليه سي يزيد هو المناخ هو المكان تاع اللي يلعبوا كاس افريقيا هو مكان ما نقولوا راك تلعب في الجزائر نفس المناخ نفس ارضيه موجوده كما يقول لك في المستوى استادير ما راحش يكون خلل كبير من الناحيه المناخيه. نظن اللاعبين راح يكونوا مرتاحين بالك راح يكون تنقل تاع الجمهور راح يكون استادير كل الظروف متهيئه باش المنتخب تاعنا يمشي كما يقول لك استادير لو بلو استادير النهائي او نصف نهائي كما قال شوف انا اسمح انا ما اسمح لي كريتير هذول يتمدهم انا ما نظنش يعني يكونوا باسكو نشوف ما نظنش يرونطرون لين دو كونت باسكو كي نشوف انا الفرق يعني كيما بلدان كيما مصر داوها في الكاميرون داوها في لاكوت ديفوار ما نظنش يعني هذا راح يكون احنا نهضروا على الجزائر احنا اليوم رانا نتكلموا الحظوظ تاعنا. علاش اسمح لي سامحني علاش حنا يلزم نلعبوا اون بور دو مار وين ما كاش ما نعرفوا نلعبوا حنا غير كي ما كاش رطوبه وما كاش سخانه. نو مانيش نقول باللي انت قلت حنا انا بالنسبه لي اذا بيان سور اذا كنا اقوياء نقدروا نديو كاس افريقيا انا جاب لي ربي نديوه نقدروا نديوه في ليزوطو نقدروا نديوه في لا تنزاني ونقدروا نديوها في تونس. انا ما نبررش ما نقولش خرجنا في الدور الاول على خاطرش الرطوبه ولا كيما ديك الحكايه جبدوا لنا ستاد تاع جابوما ماشي مليح ستاد تيرا ماشي مليح بصح لاكوت ديفوار ماركاو 4 لاكوت ديفوار ثاني يلعبوا في اوروب ومدارين في لي تيران ملاح. انا ما نحبش نبرر اذا خرجنا في الدور الاول صافي دير روني نول ولا ديناها احنا اقوياء ولازم نديوها
احنا اقوياء. خبي واش جاوب عليه انت زهير اللي درت كاس افريقيا ودرت كاس العالم، دونك انت ربما عندك اجابه على الكلام اللي يقول عليه مصطفى. شوف مصطفى دان كوتي لا ريزون، دان اوتر كوتي ماشي عيب ما يكونش عنده الحق، ما لا تفضل. هو يتكلم اونطونك صحفي، انا نتكلم اونطونك تكني، سي سا لا ديفيرونس. انا على نتكلم علاش راني نتكلم على الاجواء او نتكلم على ستادير دون دي كونديسيون ميور. المنتخب تاعنا راح يساعدوا، لان اليوم المنتخب تاعنا عنده مؤهلات، عنده شخصيه، عنده لاعبين، عنده مناخب، عندهم ستادير اون اين بون ايكيب، اون اين تري بون ايكيب دو جون طالون. اليوم هذا المنتخب باش يبين الامكانيات تاعو لازم تحطه دون دو ميور كونديسيون، لي ميور كونديسيون. اذا هي امور واضحه وضوح الشمس. النظام الذي يحب فعلا الخير لبلده لا يتدخل في شؤون الدول الاخرى. حتى المحللين على المستوى الرياضي، المحللين الجزائريين يتدخلون في شؤون المغرب ويقولون لماذا الكاف منحت تنظيم كاس افريقيا للمغرب ولماذا اجلتها لسنه كامله، وهذا امر غريب جدا. بدلا ان يكونوا سعداء لان المغرب فاز بتنظيم هذه الكاس الافريقيا وسياتون الى بلد مثل المغرب، ملاعب فخمه، فنادق رائعه، طرق على مستوى عالي، بنية تحتية جميلة جدا، وبدلا أن يكونوا سعداء لأنهم سيأتون إلى المغرب وستكون لهم فرصة أكثر للفوز بالكأس الأفريقية، خاصة أنهم فازوا بها بمصر. ليس كأن تقام ببلد إفريقي، هنالك فرق كبير، ولكنهم يقولون لا، المغرب ليس عليه أن ينظم، الجزائر جاهزة أحسن. وهذا أمر غريب جدا، بلد شقيق يصدر منهم مثل هذا الكلام، فهذا أمر غير مقبول. كان معكم عصام قناة تونس سبور، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.